يلا تعالوا معايا نعمل مع بعض طبق شوربة كده جميل جدا ورهيب، يرم العظم كده، يديكوا شوية طاقة وصحة جمال. يلا بينا نعمله مع بعض. حطيت قدر على النار وحطيت فيه معلقتين سمنة فلاحي. الطريقة دي جميلة جدا، تنطر الرطوبة من الجسم، جميلة جدا، روعة روعة روعة. وبدأت كده ننزل اللحمة بتاعتي. اللحمة دي لحمة حاشي، لحمة جمال، جميلة جدا، روعة ورهيبة. على فكرة هي فيها عظم وفيها دوش كده، فهتبقى بصوا رهيبة جدا. وتبدأي بقى تحمريها كويس بالسمنة الفلاحي دي لغاية ما تنزل منها المية بتاعتها، السوس بتاعها، وترجع تاني تشربه. لازم الصدمة دي يكون عندك صبر وانتي بتديها الصدمة بتاعتها. خليكوا معايا كده وخلي عندكوا صبر، طريقتها جميلة جدا، خطيرة فوق ما تتصوروا. والله كلمة روعة شوية عليه. بصوا بسم الله ما شاء الله، ريحتها طالعة رهيبة رهيبة. طول ما هي على النار كده ايدك فيها، ولما تلاقي حتة من فوق كده محمرة تروحي قلبها على الناحية التانية وتقلبي وتنزليها لتحت، عشان خاطر تاخد صدمة من كل اتجاه. يعني كل قطعة تاخد صدمة من كل ناحية، ودي أهم حاجة عشان خاطر تحتفظ بالسوائل فيها. هنبدأ بقى في الوقت ده هنضيف معلقة فلفل أسود كبيرة. حط بقى ورق اللورة، حبهان والمستكة. بصوا خلاص كده شربت ميتها وبقت زي الفل. حطينا بقى البهارات وحطيت البصلة، وبعدين نمرقها بالمية، مش هنحط عليها ملح. بصوا ما شاء الله الشوربة بتاعتها كهرمان كهرمان. قعدت على النار ساعة ونص، طلعت عندي بالطريقة الرهيبة الجميلة دي، روعة.